بديل الفيو 3 المجاني. هنعمل فيديو احترافي وهنثبت الشخصية في كل المشاهد. حبايبي، أنا هنا في مطار القاهرة الجميل، ودلوقتي بتمشى في السوق. الخضار رائع، ودلوقتي أنا رايحة للبيت. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة. دول المواقع اللي هنستخدمها. أنا فاتح المواقع في التابات اللي فوق دي، هسيب لكم لينك للمواقع دي في الديسكريبشن تحت. ما تقلقش، الموضوع بسيط. هدخل على الشات جي بي تي وهطلب منه البرومبت للبنت اللي في الفيديو ده. هقول له عايز برومبت لبنت في سن 30 تصور نفسها سيلفي ولكن لا يظهر الموبايل ولا يديها. هاخد البرومبت كوبي وهحطه في موقع ويسك. موقع ويسك ده بيولد لي الصورة. هيطلع لي صورتين، هختار منهم الصورة اللي تعجبني. دلوقتي عايز اعمل ال3 صور دول عشان احركهم، بس مع تثبيت الشخصية بتاعت البنت. الموقع اللي بيثبت لي الشخصية هو موقع LTX. هضيف له الصورة، ومن هنا هختار Change Location، يعني غير لي المكان، بس يعني تغيير المكان. ومرة هكتب له هنا Airport يعني مطار، ومرة Market، ومرة ستريت شارع. طبعا ممكن الترجمة دي تجيبها من شات جي بي تي، يعني تقول له ترجم لي كلمة مطار هيقول لك على طول ايربورت. اكتب ستريت وهيولد لي مجموعة صور بالشكل ده. هختار الصورة اللي انا عايزها منهم، هكتب ايربورت وهختار صورة من دول، هكتب ماركت وهختار صورة من اللي طلعت لي. دلوقتي عايز احرك الصور دي، ده من خلال موقع جوجل AI ستوديو. هختار من هنا فيديو وبعدين فيو 2، برفع له الصورة وهكتب له برومبت التحريك، يعني انا عايزه يحركها لي ازاي، عايز البنت تتحرك ازاي. شعرها يتحرك وكأن في هوا مثلا، راسها تتحرك، عينيها تتحرك بشكل معين، ايديها تتحرك بشكل معين. فهدخل على الشات جي بي تي عشان اجيب البرومبت، وممكن اضيف له اي تفاصيل. يعني ممكن اقول له مثلا خليها تحرك ايديها بشكل معين ببطء مثلا او بسرعة، عايز الراس تتحرك بشكل معين. يعني ممكن اقول له عايز البنت وهي بتتكلم مثلا بتبص يمينها وترجع تاني، او وهي بتتكلم بتبص لفوق، او وهي بتتكلم بتبص وراها. انا هكتب له بس انا عايز برومبت لتحريك الصورة كده. يعني هحط البرومبت ده، هعمل كده في ال3 صور. كده انا عملت 3 فيديوهات. طيب عايز اضيف لهم صوت، عشان ادمج الصوت مع الفيديو ده من خلال موقع دريم فيس. طيب انا هجيب الصوت من فين اصلا؟ ده من خلال موقع جوجل AI ستوديو اللي احنا فاتحينه ده. هضغط على هوم وهختار تكست تو سبيتش. هختار سنجل سبيكر عشان شخص واحد بس اللي بيتكلم في الفيديو. وهنا هقول له عايز الصوت يكون باللهجة العامية المصرية. هكتب له الجملة دي ازاي؟ هروح للشات جي بي تي واقول له ترجم لي الجملة دي. كده انا طلبت منه ان الكلام يكون باللهجة المصرية، وهكتب له الكلام اللي انا عايزه. من هنا هختار الصوت المناسب، يعني صوت راجل ولا ست، صوت عريض ولا صوت رفيع، يعني صوت راجل ولا ست، وبعمل بلاي. ولو صوت لقيت عريض ولا صوت الكلام فيه رفيع، خطأ، يعني هختار ساعات بيبقى الصوت فيه اللي كلمة فيها يناسبني خطأ، فيهم يعني. ممكن ان انا ابدأ اغير فيها على غاية ما الاقي الكلام بقى مظبوط. او ممكن اضيف لها تشكيل، لان هتلاقي فيه مشكلة هنا في التشكيل. يعني مثلا لو انا كاتب كلمة تتسوق، ممكن يقولها تتسوق، فلازم احط فتحة عشان خاطر يقولها تتسوق. طبعا هعمل الصوت بتاع ال3 فيديوهات بنفس الطريقة. ودلوقتي هدخل على موقع دريم فيس، هدمج الصوت مع الفيديو. هختار افاتار فيديو وهضيف الفيديو من هنا، هلاقيه ظهر في المكان ده. ممكن من المكان ده بحط له الكتابة وهو يحولها لي الصوت، ولكن ما بيبقاش قوي هنا، فانا هضيف له الصوت بتاعي من المكان ده وهضغط على جنريت.
هنلاقيه عمل لنا الفيديو ده. الفيديو هضغط عليه افتحه، بس المشكلة في العلامة المائية دي. يعني لو حملت هلاقي فيه مشكلة في العلامة المائية اللي ظهرالي دي، اللي هي اسم الموقع يعني. طيب اتلاشاها القصة دي ازاي، او اشيل العلامة المائية دي ازاي؟ هضغط كليك يمين وهختار اخر اختيار، هيجيب لي الاكواد البرمجية بتاعة الموقع. هضغط على الاختيار ده وهضغط على الفيديو. هلاقي هنا على اليمين حدد لي اللينك بتاع الفيديو، هضغط كليكين عليه عشان يتحدد، وبعدين كليك يمين وجو تو. هنلاقيه حمل لي الفيديو على طول. احنا عملنا كده اول فيديو، هنعمل الفيديوهين التانيين بنفس الطريقة. طيب احنا كده عملنا 3 فيديوهات، عايز اجمع الفيديوهات دي مع بعض واخليهم فيديو واحد. فهستخدم اي برنامج من برامج المونتاج، مش هيفرق. انا هستخدم برنامج وندر شير في المورا، وهضيف له ال3 فيديوهات وهرتبهم ورا بعض بالشكل ده. وممكن اضيف لهم انتقالة ما بين كل مشهد والتاني عشان ما يبانش التقطيع في المشاهد. جميل. ودلوقتي بتمشى في السوق، الخضار رائع. ودلوقتي أنا رايحة للبيت. لو عجبكم بس كده الفيديو هعمل لهم اكسبورت. لو عجبك الفيديو دعمني بلايك وسبسكرايب.